يا صباح السعادة، بتحبي الكنافة بالمانجا وعايزة تعمليها في رمضان؟ يلا بسرعة اعملي لي لايك واشتركي في القناة وهنزلك بالطريقة اوام. بس الاول نبدأ نسمي الله ونصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. المقادير معايا هنا نص كيلو كنافة متفرزة في الفريزر. انا مش هاخدها كلها، انا هاخد ربعها بس، يبقى معايا ربع كيلو كنافة. هفتفتها وهخليها مفرومة قطع صغيرة، وبعد كده هنكمل مع بعض. انا فتفت الكنافة ربع كيلو وفردته في الصينية ورشيت عليه معلقتين سكر بودرة. اهو هقلبهم كويس في بعض. هغلفها كل الكنافة بالسكر البودرة. ومعايا هنا نص كوباية سمنة بلدي سيحتها وهنزل بيها برضو على الكنافة. وبرضو هستعمل ايدي كده، يعني ايدي نضيفة طبعا زي الفل. هلف كل المقدار الكنافة بالسكر البودرة والسمنة لغاية لما كل ذرة في الكنافة تتشرب بيهم. وبعد كده هاخدهم تحت الشواية في فرن البوتاجاز واخدهم اللون بتاعها. لو عايزة تحمريها على البوتاجاز حمريها، بس هتاخد منك وقت كتير. فانتي حطي السكر البودرة والسمنة وغلفيهم كويس قوي في الكنافة، وبعد كده تحت الشواية وكل شوية قلبيها وهتاخد اللون وهتبقى تمام. اهي خلاص كده انا هفردها بقى كده واظبطها في الصينية اهو. خلاص هروح اوديها تحت الشواية عشان تاخد اللون الاشقر بتاعها جميل. خلاص الكنافة اتحمرت تحت الشواية اهي، كلها خدت اللون الاشقر الجميل كده. بس نصيحة، لما تيجي تحطيها تحت الشواية مش تقفلي عليها وتسيبيها، هتلاقيها اتحرقت في ثواني. انتي تقعدي جنب الشواية كل شوية تفتحي وتقلبي فيها لغاية لما تاخد اللون الاشقر دوا، وهتاخد منك وقت اقل لو حمرتيها على البوتاجاز. عندنا هنا بقى الشربات سخن. هنا انا اختصارا للوقت عملت الشربات كوبايه ونص سكر وكوبايه ميه وغليتهم. لما غليت عصره ليمونه. هسقي الكنافه بشويه من الشربات وهقلبها بيها. خلاص كده كفايه، الكنافه بقت جاهزه. هنروح نجيب الكريم شانتيه ونضربه ونعمل الكنافه مع بعض. بس كده هنعمل الكريم شانتيه مع بعض. عندي هنا 3/4 كوباية كريم شانتيه ونص كوباية سكر بودرة، وهنا كوباية عصير مانجا بيوريه، يعني حطيتها زي ما هي متفرزة في الفريزر وبشوية سكر وضربتها من غير اي سوائل. كل ده بقى انا هضربه بالمضرب وهنشوف مع بعض ان شاء الله لما تتضرب. خلاص كده انا ضربت عصير المانجا مع الكريم شانتيه مع السكر البودرة، وبقت عندنا الكريم شانتيه جاهز. هنجيب بقى الكنافة علشان نعمل الكاسات والاطباق مع بعض. خلاص انا هملى الكاسات كده، جبت اهو كده ادي الكاس هنا وهنا حطيت فيه كريم شانتيه اهو. ونحط بقى الكنافة، طبقة كريم شانتيه وطبقة كنافة.
وبعديها برضو طبقة كنافة، وهنكمل لغاية الكاس ما يتملي معانا. وبعد كده هنزينه بقطع المانجا اللي احنا حاطينها. هكمل. خلاص كده الكاسات اتملت، وعندنا قطع المانجا المتقطعة المتفرزة هنزوقها بيها كده. طبعا هي متلجة، انا سايباها في الفريزر علشان ما تفكش تبقى وتسيح معانا اهو. بس بس كده جميل كفاية قوي. عندنا بقى هنا كده ادي شوية شربات لسه باقيين، هنسقيها بيها من فوق كده. الله. وخلصت خلاص الكنافة بالمانجا، عملت الكمية الباقية قوارب زي ما انتوا شايفينها بالمنظر دوا، ورصيتها بالمانجا، وهننزل عليها برضو بالشربات من فوق كده. وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم، ويعود علينا الأيام بخير يا رب. في الآخر لو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة والتعليق أسفل الفيديو. بحبكم في الله. كل سنة وانتوا طيبين.